بن عايش العتيبي أمين المنطقة الشرقية السابق للمملكة العربية السعودية، سعادة الكيميائي سامي الكندي سكرتير عام المؤتمر، سعادة الأستاذة الدكتورة سوزان الكنديني مقرر المؤتمر، كما نرحب بمعالي المهندس أسامة كمال وزير البترول السابق، ومعالي الأستاذ الدكتور فاروق التلاوي محافظ البحيرة الأسبق، كما نرحب بجميع الإخوة الأشقاء من الدول العربية الشقيقة وكافة ضيوف المؤتمر. السيدات والسادة، السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. أود في البداية أن أحييكم جميعا وأرحب بكم في مدينة الإسكندرية التي كانت وما زالت تحتضن كل المؤتمرات الجادة وتواصل دورها في خدمة العلم والثقافة رغم الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد في هذه المرحلة الانتقالية. ولعل مؤتمركم هذا وهو المؤتمر الدولي 23 عن حماية البيئة ضرورة من ضرورات الحياة يأتي في إطار النشاط المتميز الذي تقومون به في هذا الموضوع الحيوي محليا وعربيا ودوليا، وهو حماية البيئة. تلك البيئة التي أصبحت في عالم اليوم واحدة من القضايا الرئيسية على المستوى الدولي التي يكاد العالم كله أن يتوحد من شأنها والحفاظ عليها ليس للجيل الحالي فقط بل وللأجيال القادمة كذلك. ومن ثم فإن حمايتها والمحافظة عليها أصبحت بحق ضرورة حتمية من ضرورات الحفاظ على حياة البشر، على حياة البشر والكائنات الحية والأرض التي يعيش عليها الإنسان ويستمد منها مقومات حياته بعناصرها المختلفة. أيها السادة، لعلكم تتفقون معي أن الحديث عن حماية البيئة قد تزايد في السنوات الأخيرة، مرتبطا في ذلك بما يذكره بعض العلماء عن التغيرات المناخية وارتفاع منسوب سطح البحر ومدى تأثير ذلك على البيئات الساحلية ومنها بيئة الإسكندرية، وما يمثله ذلك من تهديدات للبيئة والإنسان في آن واحد. ورغم اختلاف العلماء في ذلك إلا أن ذلك يمثل ناقوسا للخطر يفرض علينا جميعا أن نستعد له وأن نحافظ على بيئتنا بأسلوب علمي من خلال القيام بمشروعات للتنمية البيئية واستثمار الموارد المتاحة بطريقة مثالية والعمل المستمر على سلامة البيئة بجوانبها المختلفة. ونحن هنا في الإسكندرية ندرك تماما قضية البيئة وأن المحافظة عليها ليست مقصورة علينا وحدنا، بل يشاركنا في ذلك كل أبناء الإسكندرية الغيورين على مدينتهم رغم التحديات التي نواجهها جميعا في تلك المرحلة. ولكن دائما أثق في الإنسان المصري وقدراته، وأننا نعمل دائما على الارتقاء بالبيئة الحديثة من خلال العلم والعمل والثقافة والتعليم والبحث العلمي الجاد. مرة أخرى أحييكم وأتمنى لكم كل التوفيق في مؤتمركم هذا الذي أثق أن توصياته ستكون نبراسا لنا في التخطيط والتطبيق على بيئة الإسكندرية حماية لها ولأبنائها الأوفياء
وفقكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.